مجلة الأطفال نور هي محاولة جديدة من جامع الأزهر وخريجيه لمخاطبة النشء والحوار معهم لحمايتهم من أفكار الجماعات المتطرفة وبالأخص داعش. اسم المجلة مستمد من شخصية نور، وهو طفل مصري في العاشرة من عمره يعشق المغامرات ويسافر عبر بوابة التاريخ إلى الماضي في محاولة لإبراز دور العرب والمسلمين في الحضارة الإنسانية، مع التركيز على نشر فكر الإسلام الوسطي وتنقية عقول الأطفال من الأفكار المتطرفة. مجلة ممكن تبقى مليانة بالموضوعات اللي هي بتفند الفكر المتطرف. لان احنا لينا رؤية تانية في ان ازاي نكافح ده، ان احنا مجرد انه احنا نقدم للطفل ثقافة بديلة وبحيث تعلي انسانيته وتعلي القيم والاخلاق عنده، هيبقى طفل سوي. فاحنا بنبص لها بالمنظور ده. وربما اختلطت السياسة بأدب وقصص الأطفال في نور، حيث حرص القائمون على المجلة إلى التطرق للحرب التي يخوضها الجيش المصري في سيناء ضد جماعات متشددة، كما شزتت المجلة أطفالا بالزي الأزهري والقبطي في مسعى لتعزيز قيم الوحدة الوطنية في مصر على ما يبدو. المعادلة الصعبة كان ان احنا نقدم الشخصيات القديمة بشكل مبهر في اطار حديث وعلمي في نفس الوقت، ونشبع الطفل من الحاجات اللي هو بيحب يشوفها بالفعل في الغربي، نقدمه له لكن بطريقتنا احنا، بحضارتنا احنا، المفاهيم الإسلامية بتاعتنا الأصيلة والأخلاق الجميلة بتاعتنا. انتشار مقاطع مصورة مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي لأطفال يتدربون على استخدام السلاح بثتها جماعات متطرفة يعد دليلا على استغلال تلك الجماعات للأطفال، ومن هنا تأتي أهمية نور حسب مراقبين. بلا شك ان هذه المبادره بتعد مبادره متاخره من الازهر. الازهر كان يجب ان يقوم بهذه المساله منذ فتره طويله. الازهر يجب ان يدرك ان المؤسسات او الجماعات المتطرفه ورؤساء داعش بتقوم دلوقتي ببث ونشر افكار التطرف من خلال مناهج ومن خلال مدارس عديده. مع سعي الجماعات المتشددة لنشر أفكارها خاصة بين النشء، تأتي أهمية مجلة نور وغيرها من المبادرات المشابهة في إطار تأكيد مبدأ أن الفكر يواجه بالفكر، وأن الحلول الأمنية وحدها غير كفيلة لدحر الجماعات المتطرفة. محمد عبد الله، الحرة، القاهرة.